والعام صارت تحكي من عندها وتقولني شي أنا أصلا مش عائلته. فقلت خلاص خليكم تسمعوا شي مني. قلت أنا صاحبت العلاقة كمان. أول شي قبل ما أفتح اللايف أكيد أهلي بيعرفوا بالموضوع، يعني قالوا لي ايه افتحي ووضحي للعالم. تاني شي أنا أهلي بيعرفوا لي ظاهر تمام. أنا وياه أول ما تعرفنا على بعض بلشنا كشغل، بعدين صرنا رفقات، وأهلي بيعرفوا قديش هو شاب محترم. يعني كرمال السبب خلوني إنه صور معه إنه عادي يعني. فمثل ما شفتوا كلياتكم اللي صار بألكسندر بلاتس، هو تقدم لي، أنا رفضت. كلكم عم تسألوني ليش رفضتي، شو السبب، ليش ما قلتي ايه وبعدين قلتي لا. هاد اكتر شي عم يجيني يعني، غير المسبات وباقي الشغلات. انا وقت اللي رفضته لعدة اسباب. اهم سبب منه كان انه انا اهلي ما بيعرفوا، فانا بضل بنت عربية وشرقية، ما فيني خلي اهلي يعرفوا من السوشيال ميديا انه بنتهم انخطبت. فبتمنى انكم تفهموني بهالموضوع وتحطوا حالكم محلي كبنات وكشباب. انت كشاب تخيل مثلا حدا من عيلتك، اختك اللي هو تنخطب بالشارع هيك دغري وانتم ما يكون عندكم علم، وكبنت حطي حالك مكاني. غير هيك انتوا شفتوا كمية العالم اللي كانوا هنيك بالساحة، انا ما شفتها. اول شي اللي صار احكي لكم القصة بالضبط. انا ببرلين، انا ببرلين يعني. دق لي زاهر تعالي على ألكسندر بلاتس نصور فلوج. رحت، شعراتي كتير منكوشين. المهم رحت، ولا بيقلي محضر لك سربرايز اللي هو انه بده يرسمني بالألكسندر بلاتس تمام. قعدنا على الكرسي وحط لي صار يغمض لي عيوني ويسكر لي اذني. فانا قلت له ليش هيك عم تعمل، وهو هذا السؤال طبيعي كثير انه شو دخل الرسم انك تسكر لي عيوني واذني. فحكى لي انه محضر لك سربرايز تاني. فانا استغربت فقلت اوكي. المهم وقت اللي خلصت طبعا اوقات غمضت عيوني ما كان في عالم حوالي ولا كان في شيء. وقت فتحت عيوني لاقيكم العالم كله وهالقلب وراي والرسمه غريبه ما بعرف. المهم صرت اضحك اول ما فتحت عيوني، فكرت انه مقلب عادي يعني. ولا بعد شوي ثواني اشرب مويه لانه كثير عطشت. يا الله هلا عم تسمعوني؟ عم تسمعوني منيح؟ اوكي. فانا وقت اللي وقفت هيك صرت اضحك مثل ما قلت لكم انه استغربت. فكرت لما قلبني انه هيك شي عادي، ولا بيقول لي انه تعالي شوي. طلعت لوراي وشفت شو صار يعني الرياكشن تبعي اصلا انتو شفتوه ما في داعي لكم عنه. فاول شي فكرته عم يضحك يعني انه يعني شي كتير بسيط وعادي، مو انه عن جد متقصده لانه نحن مو حاكين بالموضوع. فانتو هون ما لاحظتوا اكيد انه انا يعني كيف بدي لكم، قمت اخذني تمام. بعدين انه قعدت انا بيني وبينه العالم ما عم تسمع، قلت له انه انت عم تحكي، فهو سكت. فانا وقت عرفت انه هو عن جد هيك عم يحكي قلت له لا امشي. طبعا انتم بدكم تستغربوا انه ايه ليش فكرتي مقلب، محضر كل التحضيرات مشان اخر شي مقلبك ما بعرف شو مدري شو. اللي ما بيعرف زاهر يوتيوبر وعنده هيك شغلات يعني. حتى نفس القصه هي اللي عامل لي اياها كان متقدم لبنت تانية بطريقه مزح وما بعرف شو. انا هيك خطر لي يعني انه قدام العالم ما بعرف شو. فانا حملت حالي ومشيت بدون ما ولا اي شيء. وقلت لكم السبب هو اكثر السبب يعني كان اهم سبب من الاسباب هو اهلي، العادات والتقاليد والقصص هي، انه المفروض يجي على بيت اهلي يتقدم لي، اهلي وافقوا وبعدين انا وافق وهالقصص هي. فهالشي ما صار ليك انا رفضت. طبعا في كتير اسباب تانية انا مش حابه احكي عنها لانه يعني هذا الشي بخصني، فهمتوا علي؟ فما بالضروره احكي عنها، ممكن مع الوقت وممكن لا. يعني اذا شفت ما في ضروره الحكي ما حاحكي عن الموضوع. المهم warum nein? Okay. Also Leute, zuerst, die deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Und vielleicht sage ich etwas falsch. Ich war einfach enttäuscht. Deswegen habe ich ja Nein gesagt. Auch also meine Freunde und meine